المشكلة اللي معانا النهاردة هي مشكلة غريبة شوية من نوعها. ست فاضلة اتجوزت راجل بتحبه جدا، قالت ان هو راجل محترم وكانوا كويسين ولطاف وكذا، خلفت منه ولد. بعد فترة ابتدى انه يتغير، فهي بتقولي يا رضوى انا تخيلت انه هو ابتدى يتغير عشان يمكن في واحدة ست، او ما بقاش بيحبني، او عنده مشاكل في شغله. المهم ان هي قالت انه طريقة الصرف اتغيرت بتاعته مع الوقت، ما بقاش بيصرف على البيت بكامل قواه زي ما كان بيعمل، ابتدى يبقى فيه خناقات كتير، ابتدى يبات بره كتير. فهي قالت انه كل ده رضوى كده اكيد فيه واحدة ست تانية، لحد ما اكتشفت ان هو ادمن مخدرات. فبتقولي طبعا انا جات لي صدمة عظيمة ان انا جوزي بقى مدمن. صرت وكلمت اهله وكلمت، فضحته يعني. وبعدين اكتشفت بعد كده انه ده كان غلط، وانا قلت ان انا بحبه وعايزاه وكذا، فقررت انه انا لا مش هسيبه. حاولت انه نتعالج كتير، وديته مصحات كتير، وديته كذا، كل شويه يبطل شويه ويرجع تاني للمخدرات. وانا تعبت وما بقتش عارفه اعمل ايه، اسيبه ولا ما اسيبوش. موقفي وحش جدا، حقيقي حقيقي. وفي مشاكل بحس ان انا ما عنديش ليها حلول، فما بقاش عايزه افتي. لكن الست دي بعتت رسالتها اكتر من مره وترجتني اكتر من 10,000 مره، فعشان كده انا طالعه احكي قصتها. الاصول بتقول انه انا بقف جنب جوزي لو هو كويس معايا. الاصول بتقول ان لو جوزي وقع انا ابقى في ظهره. الاصول بتقول ان انا اشيله. واضح جدا من القصه ان هي بقالها شويه بتعاني، بقالها فتره بتعاني. لكن الحقيقه والواقع بيقولوا لقد ايه هتقعدي تجربي لمده قد ايه. لو انا مكانك، لو انا حطيت رجلي في جزمتك، انا هقعد شويه احاول معاه بصراحه. هقعد شويه اوديه مركز سحب سموم زي ما بيقولوا. هوديه بدل ما نقعد البروجرام او البرنامج، بيسموه برنامج التبطيل، لمده 6 شهور، هقعده سنه وهستحمل. مش هبقى مصدق ان هو بيخرج 3 شهور، يعني بيروح 3 شهور احس ان هو مبطل او مرجعاه تاني ويقوم راجع تاني. لا، هقعده سنه، سنه كامله في ريهاب، هم بيسموه ريهاب سنتر. فكرة المدمن دي أنا يعني عندي دراية بيها، لأنه يعني لفترة ما أنا كنت بروح المراكز دي لسبب ما، مش مهم هو ايه، يعني هو ما يخصنيش، يخص ناس اخرين. لكن انا كنت بشوفهم و... وعارفة انه في ناس كتير مبطلة وبيحتفلوا بالسنين بتاعتهم وبيعملوا ميتينجز وبيقول انا مبطل لمدة 10 سنين، انا مبطل لمدة 5 سنين، انا مبطل لمدة 3. وعارفة انه في نماذج نجحت انها تعرف تبطل مخدرات. اختصار مفيد للقصة دي: لو أنا مكانك هدور على مركز، هدور على حد أدمن وبطل، وأشوف الطريق بتاعه مشي عليه أو فيه إزاي. هدور على مركز سحب سموم محترم، ثم ريهاب، بدل ما هقعده 6 شهور هقعده سنة. لكن لو هو بطل تعافى، هما بيسموه مدمن متعافي. لو هو بطل وتعافى
وبعد شويه وقت عظيم رجع تاني المخدرات، هسيبه بقى، هسيبه زي ما بيقولوا with a cold heart، بقلب بارد، لانه هو بطل، فهو اختار انه يرجع للمخدرات تاني. فانا مش هحكم عليكي انك تعيشي عمرك كله عشان انت عندك اصل مع راجل عايز يشرب مخدرات، وده رايي ومنتهى الامانه.